خليني أسألك سؤال صريح. عمرك حسيت إنك قلقان من غير سبب واضح؟ مش خايف من حاجة معينة بس حاسس إن في حاجة تقيلة، كأن في حاجة بس أنت مش عارف اسمها إيه. لو الإحساس ده عدى عليك فأنت طبيعي جدا. الغريب إن الإحساس ده موجود عند ناس كتير جدا، ناس ناجحة، ناس شغالة، أو حتى ناس في أول طريقها. يعني القلق هنا مش مرتبط بفشل ولا بقلة مجهود، في حاجة أعمق من كده. القلق بيزيد لما بتحصل 3 حاجات. أول حاجة، لما المسؤولية بتعلى، بنبقى مطالبين نختار كل حاجة لنفسنا، شغلنا، قيمنا، طريقة حياتنا، حتى احنا عايزين نطلع ايه. تاني حاجة، لما الوضوح بيقل، ما بيبقاش فيه مسار واحد مضمون، ومفيش إجابة واحدة صح، ومفيش أي ضمانات. تالت حاجة، السرعة. كل حاجة بتحصل بسرعة، كل حاجة بتحصل من غير وقت كفاية علشان نفهم أو نستوعب أو حتى نهضم اللي احنا عشناه. لما التلاتة دول بيجتمعوا، لا بيبقى طبيعي جدا. هنا بقى بنغلط الغلطة الكبيرة، بنفتكر ان القلق ضعف، ان القلق قلة ايمان، او ان القلق فشل. وده مش حقيقي. القلق في الزمن ده غالبا معناه ان الانسان لسه حاسس، لسه واعي، ولسه مش ماشي على مود الاوتوماتيك. المشكلة مش في انك قلقان، المشكلة في انك تسيب القلق ده يسوقك. القلق مش عايزك تخاف، القلق عايزك تقف شوية وتسأل نفسك: انا ماشي ازاي؟ انا بجري ليه؟ وعايز اوصل لايه؟ القلق مش عدوك، ده انذار ليه، بيطلب منك الوعي مش الخوف. ما تتخانقش مع نفسك علشان انت قلقان، اسمع لنفسك وافتكر دايما ان الزمن ده صعب، بس انت مش ضعيف.